في فيديو النهارده هكلمكم عن الفخ اللي الناس كتير وقعت فيه بسبب تغيير سيرفر اللعبه، فما تنساش تضغط اللايك وتشترك معانا وتفعل زر الجرس وتاكد على الكل، وما تنساش تدخل في مسابقتنا على التليجرام. هتلاقي الرابط تحت في اسفل الفيديو. هنختار 250 شخص هيتحدوا بعض وهيكون فيه جوائز قويه جدا. فيلا بينا نبدا فيديو النهارده واشرح لكم ايه موضوع الفخ اللي ناس كتير وقعت فيه. يلا بينا يا شباب. طيب شباب، بعد تحديث يوم الخميس جات لنا رسالة كلنا بتغيير السيرفر، وناس كتير دخلت وعملت تغيير السيرفر من دولة إلى دولة اليابان عشان طبعا طمعانة في هدايا كونامي اللي بتنزل لليابان. وفي ناس تانية راحت وعملت أندونيسيا، وفي ناس تانية راحت الهند، وفي ناس راحت البرازيل. ودي مجموعة من الدول اللي هي تقدر تديك هدايا في الايفنتات تختلف عن الدول اللي احنا موجودين فيها. وفي مجموعة تانية من الناس فضلت مستقرة وثابتة على دولتها، ولكن انا نصحت بعض الناس باختيار دول اوروبية. انا اخترت المانيا، وفي ناس تانية اختارت ايطاليا، واللي اختار امريكا. يعني في ناس اختارت كده عشان السيرفر يكون سهل وكويس في الديفيجن، وفي ناس اختارت اللي اليابان وحاجات تانية عشان يستفادوا بالهدايا. ولكن كونامي كانت عامله الموضوع ده فخ كبير. عمر ما كونامي تعمل حاجه كده وما يكونش وراها وطبعا لو فاكرين الموضوع ده شبيه لموضوع بيع اللعيبه، لما عرضت علينا نبيع لعيبه 5 نجوم وبعناهم كلهم على امل يجي لنا فتحات مجانيه في باكج ال 50 لاعب. فاكرين طبعا انتوا الموضوع ده. وفي ناس كتير ندمت انها سمعت كلام كونامي وبعت اللعيبه وحصلت على لعيبه مجانيه، عشان كان ورا من الفخ ده. لما دخلنا طبعا لعبه اي فوتبول 24 او 25 لقينا ان انت كل ما بتبيع لاعب بتاخد 4 بوستر وتقدر تختار البوستر اللي انت عاوزه. فما كانش ليهم لازمه اللعيبه المجانيه الوان بوستر. طبعا انتوا فاكرين النقطه دي. والفخ التاني اللي وقعنا فيه تغيير السيرفر، خلت الناس تغير سيرفراتها وتختار الدول بمزاجها. واللي طمع في الهدايا، هي عارفه ناس كتير هتروح اليابان وعارفه ناس كتير هتروح اندونيسيا، عشان هي قاريه مخ الناس وفكر الناس هيعملوا ايه. ولكن طلع من ورا الفخ ده انه كونامي الفتره القادمه هتنزل اضافه جديده، وهي اعلانات عن منتجات داخل اللعبه. ومن الاعلانات دي انت هتقدر تاخد كوينزات او هدايا تانية. فالناس اللي راحت اليابان، فاعلانات اليابان واندونيسيا، ومثلا لو رحت الهند او الصين او البرازيل، اعلانات الناس دي مش هتكون زي اعلانات المنتجات الاوروبيه. فالناس اللي راحت اوروبا طبعا اكيد هيستفادوا بهدايا افضل. فالحمد لله ان انا رحت طبعا اوروبا، رحت طبعا سيرفر المانيا، فالهدايا هتكون كويسه جدا جدا. وطبعا اوروبا قريبه من افريقيا، يعني اوروبا وافريقيا الاثنين بيلعبوا على سيرفر واحد. فاللي كنت بقابلهم في افريقيا هم اللي قابلهم في اوروبا، فالعمليه واحده. اما الناس بقى اللي راحت اندونيسيا او راحت الصين او راحت اليابان او راحت البرازيل، فدول بقى في شويه هيقابلوا اسيا، واللي راح البرازيل هيقابل طبعا امريكا الجنوبيه. فالحمد لله انا بعدت عن وش اسيا وبعدت عن وش امريكا الجنوبيه. انا ما زلت برضو في نفس السيرفر، بقابل العرب زينا وبقابل برضو بتوع اوروبا. فدي خلاصة الفيديو. الناس يا جماعة اللي نقلت لي الدول اللي هي اسيا، فالعروض بتاعة المنتجات اللي موجودة في الدولة اللي انت اخترتها مش هتكون زي دولة من الدول الأوروبية. فأكيد الدول الأوروبية هم اللي هياخدوا كنزات أكتر على الإعلانات، عامل زي الإعلانات بتاعة اليوتيوب بالظبط. لما واحد بيتفرج على الفيديو بيكون بره مصر بغير اللي بيتفرج على فيديو داخل مصر. تمام يا شباب؟ بس كده، هو ده كان فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم وفهمتوا الفخ. وبس كده يا شباب.